والله الواحد من بعد ماتش مصر والأرجنتين ملوش نفس يتكلم في كورة. ملوش نفس ان هو اساسا يتابع اي ماتشات تاني. ملوش نفس ان هو يعني يتكلم في الكورة بقى بشكل عام، فاهم؟ لا محلية ولا عالمية ولا اي حاجة، لان انت فاهم. شفت حاجة بتتسرق منك وانت مش قادر تعمل حاجة. يعني انت الماتش اتسرق منك وانت متكتف. الماتش اتاخد منك وانت مش قادر تتكلم، مش قادر تفتح بقك. كل اللي بنعمله ان احنا بنطلع نتكلم ونرد على بعض. ده احنا اتظلمنا، ده احنا الحكم بس. في حاجه تتاخد؟ لا. في حاجه تتعمل؟ لا. الاتحاد الافريقي هيطلع يتكلم؟ لا. مفيش. اسوأ تنظيم بطولة كاس العالم في التاريخ. في التاريخ. مش فاهم مين فكرة او مين صاحب فكرة انه يروح في امريكا اصلا. مش فاهم. ده حاجة مش طبيعية يعني. انت ما تفهمش، فاهم؟ اللي حصل في الماتش ده مش طبيعي. بس هنرجع ونقول، او انا هرجع واقول، لو اللي في الماتش ده او اللي حصل في الماتش، او احنا اتظلمنا او الماتش اتسرق مننا بسبب تصريحات كابتن حسام عن غزة، فانا ما عنديش مانع. انا مرضي. لو انت عايزني اسكت وما اتكلمش على غزة عشان خاطر اكسب واوصل النهائي، مش عايز اكسب واوصل النهائي. لو انت عايزني اسكت عشان اخد كاس العالم، مش عايز كاس العالم. وهفضل طول ما انا فيا النفس اتكلم واقول ان غزه مظلومه، وانت بتعتدي عليها وبتعتدي على حرمتها واطفالها وشيوخها ونساء. كله كله. انت بتشوف الفيديوهات بتاعت الناس في غزه، اخواتنا في غزه اللي بينزلوا او بيتفرجوا علينا، بتشوف قاعدين بيتفرجوا على الماتش وراهم البيوت عامله ازاي. يا راجل يا مؤمن، يا اللي عايزني اسكت، يلا عايزني اسكت وما اتكلمش عن غزه ولا اتكلم عن فلسطين. ده انت حتى الريمبو كنت عايزني اسكت فيه وما اتكلمش وتقول لي عدي الدنيا. عدي الدنيا. انت ليك الحق تعمل كل حاجه وانا ماليش الحق. لا، انا عيني، انا ايدي احطها في عينك، صوابعي احطها في عينك، واتكلم زي ما انا عايز واقول اللي انا عايزه. حسبي الله ونعم الوكيل. ربنا ينتقم منهم كلهم كده شقفه واحده، فاهم؟ كلهم مره واحده كده. ربنا ينتقم منهم هم والبعد وكل من هو ظالم، ربنا ينتقم منه. وهنفضل نتكلم عن غزة وندعم غزة لحد آخر يوم في عمرنا. نرجع لوجع القلب بقى المحلي، فاهم؟ طالما رجعنا أو قلنا وجع القلب المحلي، فطبيعي كده دايركت انت عارف هنتكلم عن مين. هو حبيب الملايين، الزمالك. الزمالك ده معضلة مش مفهومة في الحياة، في الكون. فاهم؟ نادي ما فيهوش فلوس، نادي ما فيهوش لعيبة، نادي ما فيهوش إدارة، نادي ما فيهوش أي حاجة، وتلاقينا برضو بنحبه. تلاقينا وراه، تلاقينا معاه. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ الحلقة ونبدأ الفيديو بماذا بعد يا زمالك، أو باللفظ كده، أو عشان هيبقى عنوان الحلقة: وماذا بعد يا زمالك. وماذا بعد؟ الناس في فترة إعداد، كلنا كنا ملتهين زي ما كنا بنتكلم، او كلنا مشغولين بالمنتخب بتاعنا في كاس العالم. دلوقتي ما فيش منتخب، ولا في البرتغال، ولا في مصر، ولا في كرواتيا، ولا في المانيا، فاهم؟ ابيض على الابيض. الحمد لله كل المنتخبات اللي انا ميال ليها شويه طلعت. فانا قاعد انا وانت بقى، انا وانت والساعه فاضيه، وهنتكلم بقى ونشوف. طبعا احنا اتكلمنا عن البوست اللي نزله ممدوح عباس على اللاعب اللي داخل كلمه، ما تعرفش ده صح ولا غلط. ولا اتكلمنا عن مشان كابتن معتمد والبوست بتاع ابنه، اللي هو من حقه، اللي انا شايفها من حقه. لان انا عملت نفس كابتن معتمد ما عمل بالظبط، اديتك كل حاجه وما خدتش منك اي حاجه. انا كمشجع بديك كل حاجه وما باخدش منك اي حاجه، فكابتن معتمد عمل نفس الحاجه. ولا اتكلمنا عن اللعيبه اللي انت طلعت قلت في البدايات اصل احنا متارجتين فلان وفلان 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 وفلان، كلهم ما شاء الله تسكنوا في انديه تانيه. ولا هطلع اكلمك اقول لك اللي واقف في القيد التأديبي هتعمل فيه ايه. انا مش بعمل معاك اي حاجه خالص اهو، ولا طلعنا اتكلمنا معاك في اي حاجه. لكن النهارده فاضل، النهارده 10/7، فاضل قول شهر والدوري يبدا. الدوري 22/8.
الدوري هيبتدي 22/8. انت بقى عملت ايه؟ اللعيبه الانديه كلها حواليك انت بتشوفها بتعمل ايه؟ بتسكن الايه؟ بتسكن اللعيبه بتاعتها وبتدور على تملى فتره الاعداد بتاعتها فين والكلام ده كله. فتره الاعداد، طب انت بداتها؟ لا، اصل هي بتبدا قبلها ب 15 يوم، ب 20 يوم. يا عم ماشي، ماشي يا عم، احنا هنبدا قبلها ب 15 يوم. يا عم هنبدا يوم 1/8، ما عنديش مشكله. طب فين؟ لا، اصل احنا جاي لنا عروض من اوروبا، وعروض مش عارف من مين، وفي العاصمه عايزين نروح نعمل. تفهمش؟ مش فاهم. طب هتروح تعمل اعداد بمين؟ باللعيبه دي ولا هتجيب لعيبه جديده؟ لا لسه بشوف. طب هتاخد الرخصه الافريقيه ولا لسه في قواضي انت ما عملتهاش؟ برضه مش عارف. طب انت سددت الفلوس وعليك فعلا 3 4 قواضي زي ما احنا بنسمع، ولا عليك 9 قواضي زي ما احنا بنشوف؟ لا اصل ما ده سددت مش عارف 6 لمين، وجوميز واعوانه وسامسون وجفالي ومش عارف ومين 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 ومين. يعني انت فاضل لك كام؟ يقول لك مش عارف. فانت بقيت قاعد في نظريه انا مش عارف، او انت قاعد في حته اللي هو انا مش عارف انا هعمل ايه، اخرتها ايه، ماذا بعد، طب هنعمل ايه؟ طب هتجيب لعيبه جديده؟ ما انا مش عارف القيد هيتفك ولا لا. طب لو القيد ما اتفكش هتكمل فك القيد اللي عندك، ولا هتقول خلاص هأجل؟ طيب هتجيب مدير فني جديد ولا هتجيب حد من قديم؟ مش عارف. طب انت معاك فلوس تجيب مدير فني بس في قوي، ولا هتجيب لي برضه مدير فني تقول لي اصل هو انا عامل مشروع، انا داخل بلعب في افريقيا السنه الجايه دوري الابطال. لو ما خدتش دوري الابطال السنه الجايه هتفضل مشاكلك زي ما هي. دوري الابطال السنه الجايه مش بنفس القوه بتاعت السنين اللي فاتت. دوري الابطال في العموم بقاله 5 6 سنين من 2020، من ساعه نهاية القرن، هو مش بنفس القوه. اللعيبه الفرق اللي فيه مش بنفس القوه. انت سهل انت تكسبها، بس هتكسبها بمين؟ تكسبها بايه؟ انت مش عارف. انت كل حاجه انت شايفها ضدك، في ضدك، كل حاجه ضدك، مش فاهم منها اي حاجه. طب هل فعلا في لعيب اتكلم او دخل اتكلم ممدوح عباس؟ تفهمش، متعرفش ده صح ولا غلط. طب هل حد فيكم من مجلس الاداره هيعمل تحقيق في اللعيب اللي راح كلم واحد خارجي من بره وقال له النادي ما بيدينيش فلوس؟ مش هتعرف ترد. طب هل ممدوح عباس اللي انت مديله رئيس شرفي ده هو قد الثقه اللي انت تديله رئيس شرفي؟ مش هتعرف ترد. طب هل هتقدر ترد على ممدوح عباس لما طلع قال لك ما تحطيش اسمي في جمله مفيده وانا لما هتبرح هقول لكم؟ مش هتعرف ترد. مع ان ممدوح عباس دوت هو السبب الرئيسي في اللي احنا فيه دلوقتي من 2008. لو رجعت بقى بالوقت ورجعت بالتاريخ ورجعت بالزمن، سبب من اسباب ديون نادي الزمالك الرئيسي ممدوح عباس في 2008 لما كان جاي لجنه مؤقته. لما كان جاي لجنه مؤقته وجاب كذا لعيب افريقي، اساميهم مش حاضره معايا دلوقتي، بس جاب كذا لعيب افريقي واداهم فوق ايه ده مش فوق طموحاتهم. ده لعيبه مثلا كانت بتاخد 10 جنيه جابهم هو اداهم 1000 جنيه، وكانت لعيبه كسر. الناس القديمه هتفتكر الكلام اللي انا بقوله لك ده. الناس اللي حضرت العشريه ديت هتعرف الكلام اللي انا بقوله لك ده. وساعتها اللعيبه ديت بقت، بس مش كده اللي انا اسمائهم مش حاضره، مش فاكرهم الصراحه، مش فاكر اساميهم بالظبط، بس انا فاكر اللي حاصل وقتها. لان مين هينسى اللي حصل فينا في الموسم ده؟ وجت بعد كده اللعبه اشتكتك، وكانت هي دي اول مسمار واول بص مسمار اتدق في النعش. كان هو ده. كان من عندك انت ممدوح عباس، انت كان رئيس الشرف اللي هو عمال يطلع يهينك وعمال يرمي عليك بكلامه، اللي هو يطلع للاعب يا راجل انت حتى لو مش مسؤول، حتى لو انت انسان عادي وجيت انسان او جيك ايا كان هو مين طلب منك فلوس، لو مش هتديله قول له ربنا يسهل لك، ما تردش عليه. لكن راح تكسف لاعب او تكسف بني ادم، تحطه كده. طب اهل الراجل دوت لما يعرف، طب لما اهل عروسته، لو هو فعلا في الموضوع ده حقيقي،
شاف البوست بتاعك. لا 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 بجد كمية عبث وكمية خنقة غير طبيعية. حرفيا انت بتبقى قاعد مستني تشوف المصيبة اللي بعد كده ايه. هفكركم بحاجة انا قلتها في الدوري اللي فات، واللي متابعني وبيتفرج عليا باستمرار هيفتكر الجملة دي. لما قعدنا نكسب 8-9 ماتشات ورا بعض، قلت لكم انا فرحان بس قلقان من جوايا، في حاجه جايه انا مش عارف هي ايه، بس في حاجه جايه، في كارثه، في مصيبه جايه انا مش عارف هي ايه. مش ده مش طبيعي، لا انا اكسب 8 ماتشات ورا بعض وابقى بالشكل ده مش طبيعي، في حاجه جايه. انا حاسس ان في حاجه جايه، في بقى وقف كده جاي، في مشكله جايه، في بص في عك. والله العظيم اهلها بالحرف كده، يا رب افتكر وانزلها. لكن انا قلتها كده باللفظ، في حاجه جايه، في حاجه جايه انا مش عارفها، وبالفعل حصلت اللي احنا شايفينه دوت والعك اللي احنا فيه ده. فالواحد فعلا هو مش عارف اخرتها ايه مع المجلس اللي موجود، واخرتها ايه مع القرف اللي احنا بنشوفه. انا كمشجع زملكاوي لما بقعد مع صاحبي واحد صاحبي اهلاوي مثلا ونيجي نتكلم في الكوره، مبقاش عارف ارد عليه اقول له ايه لما نيجي نتكلم. يعني لما بنيجي نتكلم انا مش هتكلم بصراحه، كل اللي حواليا عارف ان انا ما بخافش وبتكلم باللي انا بشوفه هو اللي بقوله. لما بنيجي نتكلم في الكوره بقول له يا عم ده انت الاهلي دفع ودفع ودفع ودفع، اول رد يرد عليه يا عم انا معايا وبدفع، بس معليش قواضي، معليش غرامات، معليش اوقف، محدش بيشتكيني، سمعتي مش وحشه وسط الانديه، وسط انديه افريقيا، سمعتي مش وحشه وسط العالم، بل بالعكس بيتقال عليا انا النادي اكتر تاني نادي في العالم بعد ريال مدريد مطوق بطولات محليه بقى افريقيه عالميه مش مهم، المهم ان انا اسمي نادي الاهلي تاني اكتر نادي في العالم حصل على بطولات. ببقى قاعد قدامك مش عارف ارد، مش عارف اتكلم، هقول ارد اقول لك ايه؟ يقول لك ان انا عندي الناس في النادي بيتصلوا بوكيل اللاعب الساعه 3 الفجر يقولوا له انت ده نايم، طب انت مش معانا بكره؟ انت مدرك احنا واصلين لحد فين؟ انت مدرك احنا واصلين لحد فين؟ انت مدرك ان كل ما حد بيمشي من عندك بيروح يرفع عليك قضيه؟ احنا كجمهور او انا كواحد من الجمهور ما قداميش حاجه وما عنديش حل غير اللي انا اقول يا رب، اقول يا رب اكرمنا بس. لكن تفاؤل انا مش متفائل الموسم الجديد، اه، مش مش متفائل خالص، بس ان شاء الله ربنا يكرمنا. وربنا ما بيديش غير اللي بيتعب، اسعى يا عبد وانا اسعى معاك. فربنا يكرمنا بالدعاء بقى، فاهم؟ احنا ما قدامناش حاجه ان احنا ندعي عليها، فاهم؟ ندعي نقول يا رب ربنا يكرمنا وما يكون فعلا موسم مختلف للاحسن، ويكون انا كل توقعاتي غلط وكل كلامي غلط. فربنا يكرمنا يعني والمشاكل اللي في نادي تهدى، مش تخلص، تهدى، عايزها تهدى بس. مش طمعان يعني، انا عايز مشاكل تهدى. السلام عليكم.